عايز اتكلم معاك بسرعة جدا على حاجة تخص ديانج ومحمد هاني، تخص الاعلاميين او اليوتيوبرز او الاتنين اللي محسوبين على منظومة النادي الاهلي. لاحظت في الفترة الاخيرة ان في هجوم شرس على ديانج مع اي غلطة بسيطة بيعملها او كبيرة بيعملها، وتركيز معاه بشكل غير طبيعي، بحيث ان انت النهاردة مثلا او حتى الماتش اللي فات او اللي قبليه كان في لعيبة تانية كتير بتعمل أخطاء كارثية ومحدش بيتكلم. النهاردة محمد هاني بيتسبب في هدف بشكل مباشر في الشوط الأول. النهاردة محمد هاني الشوط التاني كاد أن يتسبب في هدف أو هدفين على الأقل، وكل اللعب الشوط التاني بتاع الحرس من ناحية محمد هاني ومحدش هيتكلم. محدش هيقولك ان محمد هاني قدم ماتش وحش، كفايه بقى محمد هاني يا جماعه، الناس اللي بتحب محدش هيقول كده، ولكن التركيز كله على ديانج. ليه؟ هل ده توجه عام للمنظومه الاعلاميه الاهلاويه يا جماعه؟ عايزين نسلم ديانج للجمهور عشان لما ما نجددلوش، او عشان احنا مش عايزين نجدد له فالناس تتقبل القرار ويبقى فيه زي ما انت كده بتقول يعني تمهيد لان الراجل ده لا يصلح للاهلي؟ اتمنى ما يكونش هو ده الوضع، لان انا ملاحظ ان في هجوم منظم على ديانج. ولو هتهاجم ديانج على ميس باس او على ان هو تسبب في هجمة مرتدة او على حاجة زي كده، تعالى بقى النهاردة اتفرج على حسين الشحات، اتفرج على محمد هاني، طبعا 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 اتفرج على 3 4 5 لعيبه بيعملوا ميس باس بدون ضغط. اتفرج على محمد شريف، اتفرج على محمد شريف اللي النهارده بيضيع 3 كرات او كورتين على الاقل بهدفين لا خلاف، وفي كرة جات له كان هو في حجر الجون، راح مريحها ل... لتريزيجيه، طلعت اوفسايد انا معاك، بس التصرف بتاعه انا كمهاجم قدام لازق في الجون اروح مريح الكرة على ورا، ما فهمتهاش. الناس دي بقى اللي انا بتكلم عليها اللي هي محسوبة على منظومة الاهلي هتسيب كل ده وتقول لك بص ديانج شفت اهو. نخش على نقطة تانية. النهاردة عندي استفسار، هل انت النهاردة كعماد النحاس هيتم الاعتماد على جرادي شار في المرحلة الجاية؟ النهاردة انا اللي شفته من محمد شريف لا يبشر تماما. الانفراد اللي جاله الشوط التاني اواخر الشوط التاني وبعدين حطها بره بشكل اللي هو اصلا مش مدرك هو واقف فين. الكرة دي تدل ان هو مش عارف الجون فين اصلا، ودي مصيبة. كان في مهاجمين زمان بيحطوا كرة على المغمض. اتمنى المرحلة الجاية من الكابتن عماد النحاس ان هو يبدأ يعتمد على جرادي شار. النهاردة الراجل سجل هدف، ودي نقطة في منتهى الأهمية هتساعده بإذن الله على ان هو يكتسب ثقة ويرجع مرة تانية زي ما بدأ معانا المشوار لما كان لسه جاي من بره. عايز اتكلم في حاجة بقى ممكن هنختلف فيها مع بعض، ممكن جزء من الجماهير يكون موافق جزء مش موافق. احمد عبد القادر برضو في البداية خالص في بداية الموسم قال لك ده احمد عبد القادر خلاص حاططها في دماغه ورايح الزمالك وقابض من الزمالك فلوس وحاجات زي كده. ونفس الناس اللي محسوبة على المنظومة الإعلامية الأهلاوية كان في توجه واضح، لا يا جماعة عبد القادر بره، عبد القادر ما مش عايزينه. وبعدين تفاجأ ان هو لما بعد ريبيرو مشي وابتدى عبد القادر يدخل جوه السكواد، والنهارده شارك قبليها بيوم او يومين في نغمة كده، لا يا جماعة خلاص يعني عبد القادر رجع، وعبد القادر يقدر يثبت نفسه، ونتمنى ان هو يراجع نفسه. يراجع نفسه في ايه؟ هو لو ماضي وقابض فلوس هيراجع نفسه في ايه؟ انا مش فاهم. انا عايز افهم بس، هل عبد القادر ماضي ومخلص وقابض ولا لا؟ انا بالنسبه لي لو عبد القادر، وانا احساسي طبعا بنسبه 90 او فوق 90% عبد القادر رايح الزمالك، لو الموقف هو ده انا بالنسبه لي مش عايزه يلعب حتى لو هيكسبني الدوري، يقعد بره واي لعيب تاني هياخد فرصه على حسابه هيبقى احسن. ده موقفي. اما لو الراجل ما مضاش وما قبضش والكلام ده كله كان كلام فاضي، تمام، يبدا ياخد تاني فرص ويبدا يلعب ويبدا يبقى فيه مفاوضات معاه على فكره استمراره في الاهلي، ولكن احساسي الشخصي ان هو مش مكمل في الاهلي. اخر حاجه خلاص داخلين على ماتش الزمالك، كان مكسب
مهم وصعب جدا. وفي نقطة برضو عايز اتكلم فيها، ان انت بقيت مش عارف تحافظ على التقدم بتاعك للأسف. يعني كل الماتشات تقريبا باستثناء ماتش او ماتشين لما بتسجل تستقبل بعديها على طول. طب ايه يعني؟ ايه يا جماعة؟ والاخطاء الدفاعية الساذجة جدا اللي بتتكرر واللي مش عارفين نشوف لها حل دي. وبعدين ان شاء الله يعني على حسب التسهيل هيبقى في فيديو جاي هنتكلم فيه على احتياجات الاهلي في الفريق، اللعيبة اللي محتاجها. هنتكلم على اللعيبة اللي خلاص لازم تتكل على الله، بس ده ان شاء الله هيكون في فيديو تاني. في النهاية مبروك المكسب. نبص بقى على ماتش الزمالك. على فكرة يا جماعة انا بسجل الفيديو ده قبل ماتش الزمالك النهاردة، فطبعا اتمنى بقى وقت ما يكون الفيديو نزل يكون الزمالك متعادل ولا خسران، يعني اتمنى يعني. سلام.